أهلا وسهلا بخواتاتي الزوينات في كل مكان. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم وألف مرحبا. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. وقبل ما نبداو الحكاية ديال اليوم، فضلا وليس أمرا، إلا عجبكم المحتوى ديالي ممكن تشجعوني بواحد لايك. دعمكم مهم بزاف بالنسبة ليا وكيعطيني حافز باش نبقى نقدم لكم حكايات جديدة ومواضيع اللي كتهمنا كاملين. وحكاية اليوم مختلفة شوية على الحكايات الآخرين. حكاية ديال المرأة كانت كتعيش مع الجسم ديالها واحد الصراع اللي ما كان حتى واحد عارف به. كانت كل مرة كتوقف قدام المراية وكتقول: واش أنا غنبقى ديما هكا؟ كانت غليظة وكانت كتخبي الجسم ديالها بالملابس الواسعة، وكانت كتهرب من الصور. وحتى ملي كانت كتخرج مع الناس كان ديما كتكون هي حاضرة بالجسم ديالها، ولكن العقل ديالها مشغول بشكلها. جربت تنقص في الوزن مرات كتيرة، وكل مرة كتقول: من اليوم غادي نبدا. وكيجي فعلا نهار الاثنين، كتبدا نهار الاثنين ونهار بعدو، ولكن دغيا كتحبس. واحد النهار وقع واحد الموقف اللي صغير ولكن غادي يغير حياتها كاملة. موقف خلاها تدخل الدار وتسد الباب وتوقف قدام المراية وتبكي وتقول: صافي، هاد المرة خاصني نغير حياتي كاملة. من داك النهار بدات واحد الرحلة ديال 3 ديال الشهور، وما كانوا ساهلين. فيهم الجوع وفيهم الكسل، فيهم الدموع، وفيهم حتى لحظات كانت غادي تستسلم فيها، ولكن واش قدرت فعلا نقص في الوزن؟ وشنو دارت بالضبط؟ الأهم، واش هاد 3 ديال الشهور كانوا كافيين باش تبدل حياتها كاملة؟ خليكم معايا حتى الاخر، حيت النهاية ديال هاد الحكاية فيها واحد الدرس اللي يمكن حتى نظرتك لراسك تغيرها. ولا كنتي مستعدة؟ خليكم مع الحكاية من البداية حتى النهاية. كنت ديما كنقول غدا غادي نبدا، ولكن غدا وبقات كتجي سنين. ملي كنت كنشوف راسي في المراية كنت كنحاول ما نركزش بزاف على العيوب، ماشي حيت ما كنتش عارفه بلي كنزيد في الوزن ديالي، ولكن حيت كنت كنخاف من داك الاحساس اللي كيجيني ملي كنلبس شي حاجه وكانت كتجيني ضيقه، ومن قبل شحال كانت كتجيني واسعه ودابا ضيقت عليا. كنت غليظه، وهاد الكلمه كانت كتضرني حتى لما قالها لي حتى شي واحد. كنت الا خرجت مع صحاباتي كنشوفهم كيفاش كيلبسوا اللي بغاو، وانا كنقلب غير على شي حاجه اللي تكون واسعه اللي نخبي بها الجسم ديالي. واحد النهار كنت واقفه قدام المرايه وكنحاول نسد السروال كنت شريتو مودة هادي. سديت الزر، داك الزر المره الاولى والمره الثانيه ما بغاش يتسد. جلست وانا نقول: واش انا غنبقى ديما هكا؟ ديك الليله ما قدرتش نعس، ماشي حيت بغيت نولي ضعيفه بزاف، ولكن الجسم المثالي بغيت نولي بحال الجسم المثالي ديال دوك الصور اللي كنشوفهم في الانترنت. كنت باغيه نرجع نحس براسي خفيفه، نلبس بلا ما نحسب المقاس ديالي، ونطلع للدروج بلا ما نعيا. ومن الغد قررت ندير واحد الحاجه عمرني درتها بجديه: نعطي لراسي 3 ديال الشهور ما قلش غادي نجوع راسي وما نحبسش الماكله كامله. بديت غير كنظم راسي، الفطور والله بسيط، والغدا وليت كنحاول يكون فيه البروتين والخضار، ونقصت من الحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه والمشروبات اللي فيهم السكر. واهم حاجه، بديت كنمشي. الاسبوع الاول كنت كنحس بالوقت طويل بزاف، كنمشي وانا كنقول مع راسي: شنو غادي تبدل بهاد المشيه؟ ولكن كملت. والاسبوع الثاني دخلت تمارين بسيطه في الدار، درت تمارين ديال الرجلين، تمارين ديال الذراعين، وما كنتش نقدر نكمل بزاف. مرات كنت كنوقف وسط التمرين وكنقول: صافي عييت ما عندي نفس. ولكن كنت كنرجع ونكمل. دا الشهر
وقفت قدام الميزان وأنا خايفة، بصح الرقم نقص. ما كانش تغيير كبير، ولكن بالنسبة ليا كان بحال شي انتصار. قلت إذا نقدر، من تما تبدل كل شيء. ما بقيتش كنقيس النجاح غير بالميزان، وليت كنشوف حتى الملابس ولات واسعة، والكرش ديالي نقصات شوية. واش النفس ديالي تحسن، واش وليت نقدر نتحرك اكثر. ولكن الشهر الثاني كان صعيب. جا واحد النهار كنت فيه عيانة ومضغوطة، دخلت الكوزينة ولقيت واحد الكيك قدامي. قلت غير اليوم، كليت القطعة ومن بعد حسيت بالذنب. بقيت كنقول خربقت كل شيء صافي، ولكن هالمرة قلت مع راسي لا، قطعة ديال الكيك ما غاديش تمحي ليا شهر كامل ديال المجهود. ومن هنا فهمت واحد الحاجة مهمة. انا ما كنتش محتاجة حمية قاسية، كنت محتاجة نتعلم كيفاش ناكل بلا افراط، وكيفاش الا غلط نرجع نكمل وما نستسلمش. دخل الشهر الثالث وهنا بديت كنلاحظ الفرق بوضوح. واحد النهار لبست لبست نفس السروال اللي ما كانش قدي ديك الخطره، وسديت هذيك الصدفه وبسهوله. بقيت ساكته وانا كنشوف راسي في المرايه، ما صدقتش. قلبت على الميزان، وقفت فوق وهبط. رجعت المره الثانيه، ضحكت بوحدي. 3 ديال الشهور دازو وما وليتش انسانه اخرى، ولكن وليت نسخه مختلفه مني. الوزن نقص، الملابس تبدلات، وجهي بان اخف. ولكن اكبر تغيير كانت في الطريقه ديال التفكير ديالي. وليت كنحس انني كنتحكم في حياتي، ماشي الشهيه ديالي. الغريب ان الناس بداو كيلاحظوا قبل مني. وحده قالت لي واش نقصتي في الوزن؟ ابتسمت وقلت شويه. ولكن في الداخل ديالي كنت كنقول ماشي غير الوزن اللي نقص، حتى الخوف اللي كان عندي من نفسي نقص. من داك النهار ما بقيتش كنقول خاصني نولي رقيقه، وليت كنقول خاصني نبقى نهتم براسي. حيت فهمت ان التغيير الحقيقي ما كيكونش بين ليله ونهار، كيبدا بقرار صغير، من بعد نهار اخر، ومن بعده نهار اخر، حتى كتفيق واحد الصباح وكتكتشف انك وليتي بعيده بزاف على الانسان اللي كنتي فيها. ولكن ما كنتش متوقعه ان اصعب مرحله ما كانش هي البدايه، كانت من بعد ما نقصت الوزن. حيت الناس ولاو كيشوفوني تبدلت، وكيبداو يسولوا فيا شنو درتي، شنو هو الريجيم اللي تبعتي، عطينا الوصفه. كنت كنضحك وكنقول ما كاين حتى سر، غير صبرت. ولكن الحقيقه كانت اكبر من هاد الكلمه. كنت كل نهار كنحارب مع راسي. نهار كنكون قويه، ونهار كنكون باغيه ناكل اللي قدامي واللي ورايا. وزيد عليها انني كنت كنشوف في الميزان كل صباح. اذا نقصت كنفرح، وإلا زاد غير شويه كنخاف. حتى لواحد النهار قلت واش انا وليت عبده ديال هاد الميزان وانا نحيدو من قدامي. قررت نوزن راسي غير من الوقت لوقت، ونركز اكثر على الصحه ديالي وعلى الشكل ديالي وكيفاش كنحس. دازو اسابيع بديت كنلاحظ حاجه ما كان حتى وحده باليه منها. انا ما بقيتش كنتهرب من المرايه. قبل كنت كنبدل حوايجي في الظلام باش ما نشوفش الجسم ديالي. دابا وليت كنوقف قدام المرايه وكنقول الحمد لله قدرت. ماشي حيت وليت كامله، ولكن حيت اخيرا حسيت انني رجعت كنحب راسي. واحد النهار خرجت مع واحد البنت القريبه ديالي، ودخلنا لواحد المحل ديال الملابس. لقيت واحد اللبسه وعجباتني بزاف. قبل كنت كنقول اكيد ما غاديش تجي قدي وما غاديش تجي عليا، ولكن هالمره شديتها ودخلت وقيستها. وقفت قدام المرايه وسكت. كانت واسعه عليا. خرجت من الغرفه ديال القياس وانا كنضحك،
وهي تقول لي مالك؟ قلت ليها والو، غير فرحانه. ولكن هي ما فهماتش علاش. انا ما كنتش عارفه انني كنت كنحلم بهذه اللحظه من شهور، ولكن من تما فهمت ان الخساره ديال الوزن ما كانتش غير رقم في الميزان، كانت لحظات صعيبه. السروال وتسد من بعدها ما بقاش نطلع في الدروج من بلا ما نلهد، نلبس اي حاجه كنت كنخاف نقيسها، نشوف صورتي ونكون مرتاحه، واهم حاجه ما نبقاش نكره الجسم ديالي. ولكن الحكايه ما سالاتش هنا، حيت من بعد ما نقصت الوزن جا واحد الاختبار كان اصعب من الريجيم كامل. كانت عندنا واحد المناسبه عائليه، وكانت الميده والطبله عامره بكل شيء: الحلويات، المسمان، البغرير، اكلات دسمه بمعنى الكلمه. وفي داك الوقت رجعت لي النفس الفكره القديمه، دابا بما انني نقصت نقدر ناكل اي حاجه بغيت. كليت كتر من العاده، وفي الليل حسيت بالندم. كنت ناعسه وكنقول خربقت كل شيء، غادي نرجع بحال الاول. ولكن هاد المره ما قبلتش على راسي وما صمتش النهار كامل. ما درت حتى شي حميه قاسيه، غير رجعت الروتين العادي. من هنا تعلمت ان اهم درس في هذه الرحله ماشي وجبه وحده اللي كتزيد الوزن، وماشي وجبه وحده اللي كتنقصو. الفرق كيديروا العادات اللي كتكرر يوميا. دازو 3 ديال الشهور اخرى، ولكن هاد المره ما كنتش كنحاول نهبط وبسرعه، كنت كنحاول نثبت النتيجه. وليت كناكل بالعقل، كنحرك جسمي، وكنمارس الرياضه اللي نقدر عليها. وفي كل صباح كنوقف قدام المرايه وكنتذكر البنت اللي كانت قبل شهور كتسد سروالها ما تقدرش تسد ليها. وتذكرت كيفاش كانت كتخبي الجسم ديالها، وقلت كون غير عرفتي شحال هادي، كون غير عرفتي شحال غادي توصلي. كون ما بكيتيش داك النهار. من داك النهار ما بقيتش كنشوف ان هاد الرحله انها ريجيم، ولات قصه ديال بنت كانت فاقده الثقه في راسها وتعلمات ترجعها خطوه بخطوه. وإلا كنتي حتى انت كتعيشي نفس الحاجه، بغيت نقول لك حاجه: ما تنسايش حتى يجي نهار الاثنين، ما تنسايش حتى يبدا الشهر، وما تنسايش حتى يكون عندك ظروف مثاليه. بداي غير بحاجه صغيره، حيت ممكن بعد 3 ديال الشهور توقفي قدام المرايه وتكتشفي ان اكبر تغيير ما وقعش في الجسم ديالك، وقع في الداخل ديالك. من بعد ما دازو شهور كنت كنظن ان الحكايه سالات، ولكن واحد النهار وقع واحد الموقف صغير خلاني نكتشف بلي التغيير اللي درت ما كانش غير في الجسم ديالي. كنت خارجه نقضي شي اغراض، وصدفه تلاقيت بواحد المراه كنت ما شفتها من مده طويله. بقات كتطلع فيا وتهبط وكتعاود تشوف فيا. من بعد قالت واش نتيا؟ ضحكت وقلت ليها هي انا. قالت لي ما عرفتكش، تبدلتي بزاف. في ديك اللحظه فرحت، ولكن ما بينتش ليها بزاف. رجعت للدار وبقيت كنخمم في الكلمه اللي قالت لي. قبل كنت كنفرح ملي شي حد كيقول لي نقصتي، دابا عرفت بلي ان الفرحه كتر هو انني اصلا انا وليت كنشوف الفرق. ولكن بعد ايام وقع اللي ما كنتش متوقعاه. طلع لي واحد المشكل في حياتي اليوميه، وكنت مضغوطه بزاف. اول حاجه فكرت فيها هي الماكله. قلت غادي ناكل ونرتاح. مشيت للكوزينه وحليت الثلاجه وبقيت واقفه قدامها، وفجاه تذكرت راسي قبل شهور. وكل مره كنت كنحزن كنمشي كناكل عاطيها للصريط والمريض وشي ما يشيط. كل مره كنكون مضغوطه كنت كناكل، وكل مره كنت كنقول غدا غادي نبدا. ولكن هاد المره سديت ديك الثلاجه، ماشي حيت ما كنتش فيا الجوع، كان فيا الجوع، ولكن حيت فهمت انني ما كنتش محتاجه الماكله في داك الوقت، كنت محتاجه نرتاح. خرجت نمشي شويه، بقيت كنمشي حتى تهدنت شويه،
ومن بعد رجعت للدار. في داك النهار فهمت أنني فعلا تبدلت، ماشي غير حيت نقصت في الوزن، ولكن حيت وليت نعرف علاش كناكل. مع ذلك ما كانش الرحلة ديالي كاملة وردية، كانت أيام كنحس براسي بغيت ندير ما بغيت ندير والو. وكنت أيام كنشوف راسي في الميزان واقف وما كيتحركش، وكانت أيام كنشوف الصور القديمة ديالي وكنقول علاش خليت راسي نوصل لهاد المرحلة. ولكن من بعد كنت كنقول ماشي المهم شحال خديتي باش توصلي، المهم أنك بديتي. ومن بعد بودة رجعت لبست واحد اللباس ديالي قديم كان محطوط في آخر الخزانة وغمال وشبع غمو ليا. لبستو وقفت قدام المرايا وبقيت ساكتة، ما صدقتش أن نفس اللباس اللي كنت كنحاول نخبيه ولا كيجي قدي وكيجيني مزيان. عينيا ترغرغو بالدموع، ولكن هاد المرة ما بكيتش من الحزن والقهرة، بكيت من الفرحة، حيت تذكرت داك النهار اللي كنت كنقول واش انا عمري ما غادي نتبدل، واش انا ديما غنبقى هكا. وها انا قدامي، ماشي مثالية، ماشي بحال الصور اللي في الانترنت، ولكن احسن من قبل واكثر ثقة واكثر راحة. ومن داك النهار حيدت فكرة الرجيم من حياتي، وليت كنقول هاد الشيء اسلوب الحياة، حيت ما بغيتش نقص في الوزن ونرجع كيف كنت. بغيت نتعلم كيفاش نحافظ على راسي، بغيت الا جا النهار وكلت شي حاجة زايدة ما نبقاش نكره راسي. الا نقصت شوية في النشاط نرجع، وإلا ضعفت نعاود نوقف. وهنا كانت المفاجأة الحقيقية. من بعد كل هذا المجهود اكتشفت أن أكثر حاجة كنت باغية نبدلها ما كانش هي الكرش ديالي ولا الرجل ديالي ولا وجهي، كانت النظرة ديالي لراسي. كنت كنظن أنني غادي نكون سعيدة ملي نوصل لوزن معين، ولكن السعادة بدات قبل ما نوصل. بدات نهار قررت ما نبقاش نستسلم، نهار مشيت أول مرة، نهار درت أول مرة أول تمرين ليا، نهار كليت أول وجبة متوازنة وما حرمتش راسي، نهار خربقت وما قلت صافي كل شي خسر. من تما عرفت النجاح ماشي أنك ما تطيحيش، النجاح هو كل مرة تطيحي وتعرفي كيفاش توقفي. واليوم إلا سولتيني شنو درتي باش نقصتي في الوزن، غادي نقول ليك ما كان لا سحر، لا وصفة عاجبة، لا مشروب كيدوب الدهون، لا والو. كان عندي صبر، وكان عندي قرار صغير كنعاودو كل نهار. واليوم غادي نهتم براسي كتر من البارح. و3 ديال الشهور دازو، ولكن بالنسبة ليا ما كانوش غير 3 ديال الشهور. نقصت فيهم في الوزن، كانوا 3 ديال الشهور رجعت كنعرف شكون أنا. من بعد هاد التجربة بغيت نقول لأي وحدة أنا غليظة وما غاديش نقدر نتبدل. نقول ليها حتى انتي كنتي غليظة ولكن غادي تبدلي، ولكن الفرق اللي بيني وبينك اليوم هو أنني واحد النهار قررت نجرب، ويمكن حتى انتي تكوني غير خطوة وحدة بعيدة على النسخة اللي كنتي كتحلمي بيها. شهور دازو، و3 ديال الشهور كنت كنحاول وكنت كنحارب فيهم مع راسي كثر ما كنت كنتحارب فيهم مع الميزان. ايه، 3 ديال الشهور فيهم ايام فرحت وايام بكيت وايام اخرى كنت كنوقف قدام المرايه وكنشوف وكنقول ما كان حتى شي تغيير. ولكن اليوم ملي كنرجع بالذكريات ديالي اللور كنقول الحمد لله انني ما استسلمتش، حيت كنت كنوقف داك الاسبوع الاول اللي كنت فيه عيانه وما قادرش نتحرك، ما كنتش غادي نوصل لهاد اللحظه. الا قلت لكم قطعه ديال الحلوه خربقات لي الريجيم، اذا صافي ما كنتش غادي نتعلم ان الغلط ما كيعنيش الفشل. الا بقيت كنتسنى حتى نكون مستعده 100%، يمكن عمرني ما كنت غادي نبدا. واليوم ما غاديش نقول لكم انني وليت انسانه مثاليه، لا،
مازال كاينين أيام كنتشهى فيهم الحلو، ومازال كاينين أيام كنكون فيهم عكزانة، ما بغيت ندير والو وما كنقنعش ندير الرياضة، ولكن الفرق هو أنني ما بقيتش كنعيش بالعقلية، إنما كنكون كاملة، إما ندير إما ما ندير والو. وليت كنقول ندير اللي نقدر عليه ونكمل. وكاين واحد الشيء اللي ما عمرني ننساه، نهار كنت واقفة قدام المراية ولابسة داك السروال اللي مستحيل يتسد ليا، سديته، وقفت ساكتة، حطيت يدي على كرشي وشفت وجهي في المراية، ودموعي بدات كتهبط. ماشي بسبب نقصت الوزن، ولكن بسبب داكشي اللي تذكرت البنت اللي كانت كتخاف من التصاور وتخاف تصور راسها، البنت اللي كانت كتلبس الحاجة الواسعة باش تخبي الجسم ديالها، البنت اللي كانت كتقول انا ما عنديش الإرادة. والليلة بقات فيها كتبكي وكتقول واش عمرني ما غاديش نقدر. وقلت لنفسي شوفي فين وصلتي. وما كانش تغيير في 3 ديال الشهور فقط، تغيير في داك النهار اللي قررت نوقف ونلوم راسي. في داك النهار فهمت ان الجسم ماشي عدوي. في داك النهار قررت نهتم براسي ونبدل اي حاجه اي حاجه نبدل مع اي حاجه كتهبط لي المعنويات ديالي. وعرفت ان الانسان مرات كيكون محتاج غير واحد يعطيه الامل، حتى الا كان الانسان هو بنفسه. واليوم الا رجعت بيا اللور، الوقت اللور، ما غاديش نلوم نفسي، لا، على السنوات اللي دازوا وانا غليظه. غادي نشكرها، حيت هي اللي علمتني الصبر، وهي اللي علمتني انني نقدر نطيح ونعاود نوقف، وهي اللي خلاتني نعرف قيمه كل خطوه صغيره. وهذا الشيء كامل بغيت نقول لاي وحده كتشوف راسها بحال كيما كنت كنشوفو انا. ما تحكميش على راسك من الصوره ديالك في المرايه، لا، ما تقارنيش البدايه ديالك بالنهايه ديال شي وحده اخرى. يمكن اليوم ما قدرتيش تجري، ولكن تقدري تمشي. يمكن اليوم ما قدرتيش تبدلي كل شيء، ولكن تقدري تبدلي حاجه وحده. يمكن ما تقدريش تحققي الهدف ديالك في شهر، ولكن تقدري تبداي اليوم. ما تنسايش الوزن اللي غادي تنقصي في الميزان ماشي هو اكبر انتصار. اكبر انتصار هو تولي تفيقي في الصباح وما تفيقيش كارهه الجسم ديالك. ملي تفيقي تلبسي اللي بغيتي، ملي تولي تخرجي بلا خوف، بلا نظرات من الناس، ملي تولي تقفي قدام المرايه وتقدري تقولي انا فخوره براسي. اما انا فما غاديش نقول لكم ان رحلتي سالات، حيت 3 ديال الشهور كانوا غير البدايه. اليوم عندي هدف جديد، ماشي نقص، ولكن نحافظ على صحتي، نقوي جسمي، نتعلم نحب راسي كتر. ولا تحت شي نهار ما غاديش نرجع للصفر، غادي نرجع نكمل فين وقفت. حيت دابا عرفت واحد الحاجه حقيقيه، الا تمنيت لو كنت عرفتها شحال هادي من زمان. ما خاصكش تكوني قويه كل يوم، خاصك غير ما تستسلميش. و3 ديال الشهور من دابا يمكن تكون نفس الانسانه، ويمكن تكوني انسانه اخرى تماما. القرار بين يديك. وانا ما غاديش نبقى دائما نتذكر داك النهار اللي وقفت فيه قدام المرايه وشفت لاول مره الجسم ديالي اللي كنت باغيه نبدلو. ولكن الانسانه هي اللي انا انسانه اخيرا تعلمت نحب راسها ونحب راسي. من تما بدات رحلتي وبدات حياتي الحقيقيه. وهنا سالت القصه ديالنا. نتمنى تكون عجبتكم، ونتلاقاو في قصه جديده ونهار جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.